بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الاثنين برئاسة السيد رئيس مجلس النواب وبحضور النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب. في مستهل جلسة اليوم ناقش المجلس المقترح المقدم من أكثر من 70 نائبا بشأن تعديل القانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن تعديل صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي، وصوت المجلس بالإجماع على اعتماد هذا التعديل. بعد ذلك ناقش المجلس تكليف مستشارا للأمن القومي، وصوت أيضا المجلس بالإجماع على تكليف الفريق أول عبد الرازق الناظوري مستشارا للأمن القومي. بعد ذلك ناقش مجلس النواب مشروع قانون الدين العام، وبعد مناقشة هذا البند قرر المجلس إحالته للجنة الدستورية والتشريعية ولجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب. بعد ذلك فيما يستجد من أعمال ناقش مجلس النواب أزمة الطاقة وأزمة الكهرباء التي تمر بها البلاد، وقرر المجلس أن تكلف لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب بالاجتماع مع رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير الكهرباء والمختصين في قطاع الكهرباء لمعالجة أزمة الطاقة، وعلى أن تقدم لجنة الطاقة تقريرا مفصلا لمجلس النواب لاتخاذ ما يلزم لإنهاء أزمة الكهرباء في البلاد. وبذلك علقت الجلسة إلى غد الثلاثاء.